سلامة، مرحبا بكم الناس الكل معايا اليوم في فيديو جديد. جيتكم اليوم باش نشارك معاكم تحضير الكب كيك بالفانيليا بطلب من متتبعة. والأهم من غير ميزان، على خاطر هي طلبت مني من غير ميزان، على خاطر برشا عباد ما يتوفرش عندهم الميزان. هذاك عليه جبت لكم اليوم الوصفة هذه، يعني من غير ميزان بالكيس. حصيل ونمشي مع بعضنا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. كما تشوفوا لهنا خذيت كيس، الكيس هذاك معناها ديما نوزن بيه، يهز 220 230 مليلتر. يعني الكيس هذاك مليان سكر، ناقص شوية بركة يعني سكر. ونفس الكيس كيل بيه الحليب، نفس الكمية متاع السكر نفس متاع الحليب، نقص شوي. ونزيد والسكر راهو حسب الذوق، كيما تحبوا تعملوها حلوة برشا، كيما تحبوا تعملوا ناقص. لهنا جاني بالضبط، يعني الحلاوة معتدلة. وخذيت شطر كيس متاع زيت، يعني كيس حليب شطر متاع زيت، نفس الكيس نكيل بيه المقادير الكل اللي هيك. وخذيت 3 كيسين متاع فرينة ناقصين 4. كيما شفتوا في الوصفة اللي فاتت متاع الكب كيك بالشوكولا، عملت 2.5 كيسين متاع فرينة و25 جرام متاع كاكاو. في الوصفة هذه 25 متاع جرام متاع الكاكاو نعوضوها ب25 جرام متاع فرينة، يعني الكل في الكل يجونا 3 كيسين إلا 4 فرينة. كيما نجمو نزيدو، كيما نجمو نقصو. المفيد القوام يجينا عقد معناها مش جاري. وخذيت الفاني، استعملت في الوصفة هذه الفاني البودر، على خاطر في الكب كيك متاع الكاكاو نجمو نستعملو السكر فاني العادي، على خاطر الكاكاو يعطينا قوة في الحلو. اما يعني متاع الفانيليا لا، كيما الكب كيك هذا نستعملو الفانيليا البودر، أبن يعني ريحتها أقوى. وإذا مش متوفر نستعمل الفانيليا العادية كيف كيف يعني. وخذيت زادة ساشي متاع تاع خميرة مرطبات، وكمية متاع شوكولاتة بيضة باش نزين بها من الفوق، وإلا شوكولاتة كحلة، وإلا فيك، وإلا أي حاجة معناها متوفرة في الدار نستعملوها. وإلا زاد اللي ما عندوش يستعمل يعمل هكاكا سامبل، زاد يجيها بنين برشا. الحصيل ونمشي لطريقة التحضير. حطيت كعبة العظام باش نبدا نركضهم شوي، يعني نركضهم وحدهم مع رشة متاع ملح. راهي الرشة متاع الملح في الحلو راهي لازم، على خاطر تعدلنا الحلاوة، يعني هاك المذاق الحلو هذاك معناه يجينا معتدل، ما يجيش حلو كالمصر. نعملوا رشة متاع ملح نركضهم مع بعضهم، ومن بعديك نبدا نزيد في السكر بشوي بشوي حتى كش نكمل الكمية كل هيك، وحتى كش نتحصل على قوام يكون ابيض وعاقد. بعد نبدا نضيف فيه الزيت حتى كش نكمل الكمية كلها. والفاني نحطها معناها بعد ما نحط الزيت، على خاطر كما نعرف الزيت يعطي ريحة يعطي ريحة ومطعم في الكيك. هذاك علاش لازم نغطوا الريحة هذيك بالفاني. بعد ما نعمل الزيت ونركض نحط الفاني، ومن بعد نبدا نكمل نصب الحليب، كمية الحليب الكل هيك، ونكمل نركض. ومن بعد هيك نبدا نصب في النواشف متاعي اللي هي الفرينة والخميرة مرطبات. الفرينة صبيتها كل هيك على خاطر مقدار مضبوط، يعني نقص لازم. وكملت حطيت عليهم كعبة خميرة المرطبات، وكملت خلطت كل شيء بالباتير. نجيب اللي هنا هذيك ديما نستعمل فيها، تساعدني برشا في الصبان متاع الخليط. ونبدا نحط فيك الاكياس الورقيه هذيك، ونبدا نصب في الخليط متاعي.
صفيت الشوكولا متاعي والا الفاكهه والا اي حاجه متوفر عندنا للزينه، ونبدو نزينو كيما هكا بالطريقه هذه حتى كيش نكملوا الكعبات الكل. انا لهنا استعملت الشوكولا البيضاء وزدت عملت شوكولاته الكحله، يعني عملت زوز انواع. اللي هنا كملت معاكم الكعبات الكل هيكا، نكون مسخنة الفور على درجة حرارة 200. الكب كيك ديما نطيبه على درجة حرارة 200 ويبقى لي 4 ساعة بالضبط في الفور، معناه ما يبقاش برشا، 4 ساعة بالضبط يطيبوا. نشعل عليه من اللوطة بركة، ومن بعد ب3-4 دقائق نزيد نشعل من اللوطة والفوق حتى كش نشوف، معناها حتى كش تكمل 4 ساعة بالضبط نولي نخرجهم. اللي هنا شوفوا ما شاء الله هكا الكعبات ريحة تهبل، طعم بنين على الاخر، نودكم ولا نشهيكم. خفيف برشا يعني بنين، يعمل 66 كيف. حصيلوا كينكم وصلتوا معايا للمرحلة هذه، ما تنسوش الاشتراك في القناة كان ما كنتش مشتركين، والاعجاب بالفيديو، وان شاء الله نتلاقوا في فيديوهات اخرى. الناس الكل باي باي.